اهم حاجه في المباريات اللي بعد التوقفات الدوليه دي ان انت تنهيها بمكسب. ده اللي عمله النادي الاهلي وقدر ان هو يعمله في المباراه بتاعت يانج افريكانز، وان انت قدرت ان انت تحصد الثلاثه بونت لان انت كنت متساوي معاهم في النقط طبعا، ولما كسبت فرقت عنهم بثلاثه بونت لان هو المنافس المباشر بتاعك في المجموعه بتاعتك. فده اللي قدر النادي الاهلي ان هو يعمله، وقدر ان هو يحصد الثلاثه بونت من يانج افريكانز. والهدف اللي يجي في اخر الشوط الاول ده اللي فرق معاك كتير جدا، لان انت ادائك في الشوط الاول كان وحش قوي وكان سيء جدا، وقدرت ان انت تحرز هدف قدرت ان انت تفرق بيه في المباراه، ونزلت الشوط الثاني هادي، ونزلت الشوط الثاني واقف على رجلك بشكل كويس. والتبديلات طبعا فرقت مع النادي الاهلي كتير، وقدرت ان انت تدخل المباراه مره ثانيه، وقدرت ان انت تحرز الهدف الثاني، وقدرت ان انت تسيطر على المباراه سيطره كامله. حتى ما استقبلتش فرص خطيره في الشوط الثاني زي ما استقبلت في الشوط الاول، ولاعيبه كتير خدت فرص معاك، خصوصا اللعيبه الجديده زي مروان عثمان وزي احمد عيد. فدي حاجه كويسه. رجعت اللعيبه اللي ما كانتش بتلعب مع المنتخب زي زيزو طبعا ان هو يلعب، مع ان اداؤه كان سيء في المباراه بتاعت النهارده، وانا من اسوء اللعيبه بتاعت المباراه النهارده كان احمد السيد زيزو بالنسبه لي.